نادية الحلو عضو الكنيسة سابقا، لربما لاحقا أيضا. هذا الفرص أن تكوني عضوة كنيسة قادمة، هذه الفرص سنستمع عنها منك أنت. أولا نسمع منك بالنسبة للمشاركة العربية في الانتخابات. نادية الحلو، حسب رأيك الوسط العربي سيشارك في الانتخابات بنسب كبيرة ولا في تخوف عندكم أنتم بحزب العمل؟ المهم أنا بلاحظ أنه في نوعا ما إحباط في الوسط العربي بالنسبة لعملية التصويت. أولا يعني أنا كمان بدي أستغل هاي المنصة الهامة يعني بموقع بانت وبانوراما أنه نطلع نداء للوسط العربي على ممارسة حقهم في التصويت. يعني هذا أولا مهم جدا أنه يجوا يصوتوا يبدوا في صوتهم ويأثروا على أخذ القرار، لأنه هاي قمة العملية الديمقراطية. حسب إحصاء اللي انعمل يعني من فترة زمنية قريبة كتير في جامعة حيفا، اتضح انه 50% من الوسط العربي بدوش يصوت، وهي نسبة عالية جدا جدا. يعني انه 50% يعني لازم يفكروا، يعني كل هدول اللي عندهم، ومش مهم ايش الاسباب، يعني اذا هم من محبطين او قلة مبالاة او يأس او اي اشي، انه وجودهم في البيت هو صوت وتقوية لأحزاب اليمين. يعني هون عملية عكسية. يعني اليوم الصراع أخ بسام واضح جدا، يعني بين حزب العمل اللي هو يا بدنا نقود الحكومة يا بدنا نقود المعارضة. وفي الحالتين مهم جدا إنه يكون عندنا قوة يعني، ويكون في يعني الصوت أقوى. وأنا ببعت هل الجمهور العربي نادية الحلو، هل الجمهور العربي منتبه لهي النقطة اللي حكيتيها، إنه إذا أنتم ما تعطوش تصوتوا عمليا أنتم بتقووا اليمين؟ يعني إحنا يعني هل هم يعني واعيين وشايفين الاشياء هاي، ولا يعني بيقول انه بترك عمليه الانتخاب لغيري، انا بديش انا اروح؟ المزبوط انا بلاحظ انه ما في وعي كافي وكامل. يعني يمكن وظيفتنا احنا انه كمان نوعي ونخبر بكل وسائل الاعلام. يعني مهم جدا جدا انه نوعي جماهيرنا، لانه بلاحظ انه ما في يعني وعي كافي. ومهم يعني نأكد كلنا، يعني كل المرشحين من كل الأحزاب يعني كمان العربية، إنه ينادوا إنه بطلوع المواطن العربي لإبداء والتصويت. يعني هاي عملية جدا مهمة. حكيت عن إحباط نادية الحلو، لربما الإحباط هو من مدى النشاط أو إنه يعني جدوى عمل أعضاء كنيسة العرب في الكنيسة، بغض النظر لأي حزب بينتموا، لأنه في الكنيسة في أعضاء كنيسة عرب ودروز ومن الجمهور المسيحي في كل الأحزاب عمليا. أيوة. حتى مع علي بيرمان في عضو كنيسة. مظبوط. طلع الوسط العربي يعني البحث اللي جاب نتائج 50% اتطرق كمان للأسباب. واحد من الأسباب هم من يعني واضح جدا بيقولوا إيش الأحزاب العربية مثلا عملت لنا. هلا أنا يعني كمان بني آدم اللي عايشة هون ومواطنة وكذا، بقول إنه المعارضة جدا مهمة كجهاز بدولة ديمقراطية، إنه نعارض ونحكي. بس أنت قلت إنه سألوا شو عملتوا لهم، شو عمل لهم عضو الكنيسة؟ كمان أنت نادية، يعني أنت كنت عضو كنيسة لمدة طويلة، شو عملتوا للوسط العربي؟ أنا بقول لك لما أنت بالحكومة وجزء من جهاز سياسي اللي هو أوسع، لازم نعرف إنه عملية الديمقراطية تحسم عدديا. فأنا كان عندي إمكانية لما بدي أمرق قوانين، على سبيل المثال 11 قانون أنا مرقت لما كنت، اللي هي قوانين مش مشروع قانون، قدمت عدة مشاريع قوانين، أما كقانون 11 قانون قدمت في المرحلة الزمنية اللي أنا كنت. مش عشاني أحسن، لأنه في عندي جهاز سياسي اللي هو الحزب اللي دعم كل قانون قدرت أقدمه وأشتغل عليه. كان عندي الائتلاف وحزب العمل يدعم هذا القانون، لأنه مش كافي إنه نعارض ونحكي بس معارضة، لازم نأثر على أخذ القرار، وأخذ القرار لازم تكون جزء من الأحزاب، جزء من العملية الديمقراطية، إنه يكون عندك دعم. يعني على سبيل المثال كنيسة ال17 اللي أنا كنت فيها عضو كنيسة، في المرحلة هاي أنا 11 قانون مرقته. إذا أنا مش غلطانة أعضاء الكنيسة العرب اللي كانوا 11 واحد، بس 12 قانون إذا أنا مش غلطانة كلهم مع بعض، فلأنه ما في عندهم دعم يعني بالنسبة للقوانين. بدي أسألك نادية الحلو، ليش مثلا بدهم يجوا ناس عرب من وسط عربي ويصوتوا لحزب العمل اللي هو حزب على الأقل يعني الأحزاب العربية بتقول تصوتوش للأحزاب اليمينية ولا تصوتوا للأحزاب الصهيونية زي ما هم دائما بيوصفوا. أنت كمرشحة في حزب العمل بالذات،
ليه شو بتقول للناس ليش بدهم يصوتوا لحزب العمل؟ اولا حزب العمل اليوم بقياده شيل يخيموفيتش وضع لاول مره برنامج اجتماعي اقتصادي واضح جدا. يعني انا كنت شريكه في احدى اللجان اللي بلورت جزء من الاجنده او البرنامج للحزب، ووضعت تفاصيل، يعني مش انه حكي عام، السكن، الاقتصاد، التعليم، احنا وضعنا خطه عمليه اللي تترجم على ارض الواقع يعني كيف ممكن. فإذا أنا باجي وبطلع أو كل مواطن بتطلع على هاي الخطة العملية الاجتماعية الاقتصادية بلاقي إنه المستفيد الكبير منها رح يكون المجتمع العربي، مش عشان يعني هي موجهة للمجتمع لأنه مجتمع فقير، 60% تحت خط الفقر، عندنا الأطفال، عندنا مشاكل السكن، نقص في 8000 بالنسبة لجهاز التعليم، صفوف تعليم، ميزانية الطالب العربي أقل، وهي مش نادية بتقولها، هي كل الإحصائيات وإحصائيات الحكومة بتقولها. فبرنامج حزب العمل اليوم هو برنامج واضح جدا لصالح المواطن العربي واليهودي، ولكن المواطن العربي سيستفيد منه كثيرا. بس هنالك في الأحزاب العربية، الأحزاب اللي عربية وجبهة كذلك وهو حزب عربي يهودي، يعني يكثرون من الحديث عن إنه يحذروا الناس أو يطلب منهم ما يصوتوا لحزب العمل، لأحزاب صهيونية. انت عندك فرصه اسا تحكي تردي على هذا الحكي، اولا هم بيظهروا هنا بكل وجهه نظرهم. اولا توجه هل لمصلحه الوسط العربي واحنا عرب اسرائيليين فلسطينيين يعني عندنا اشياء كثير اللي بتخصنا احنا من غير يعني مميزين عن الجمهور اليهودي هنا، باعتبار ان عرب، ان لغتنا غير، حضارتنا غير، ان طباع غير. شو كيف انت بتنظري للموضوع؟ طلع مع كل الوقائع اللي ذكرتها، يعني اللي انا بقول مزبوط، احنا مجتمع غير، عنده ثقافته وعنده لغته وعنده كذا، ولكن اليوم احنا كمان بدنا نكون جزء ونندمج، والمساواة كمان لا تقاس يعني فقط انه نكون مجموعة اللي هي مجموعة على جانب. يعني احنا مجبورين نلاقي الجهاز السياسي اللي هو واضح، اللي يقدر يؤدينا اجوبة، يؤدي لكل الشبيبة هاي وكل الشباب اللي بدها اليوم على ارض الواقع اجوبة عمليا للتعليم وللعمل من ضمن خلال حزب كبير. لانه من حزب احزاب صغيره، يعني انا مش ضد الاحزاب العربيه، لانه مرات الطرح نفس الطرح يعني اللي انا بطرحه هم بيطرحوا، ولكن انا بقول ضمن حزب كبير وضمن حزب العمل يعني احنا ممكن نيجي ونقود يعني الاشي ونأثر اكثر على اخذ القرار. بدناش ننسى كمان انه عمليه السلام من اللي بادر فيها، اول خطوات عمليه السلام كان مبادر وقاده هو رئيس الحكومة رابين، اللي هو أول واحد مناحم بيجن، مش رابين، مناحم بيجن من ناحية حزب العمل. يعني أنا بحكي وشفنا مع إنه رابين له دور كبير. لا وكمان الجمهور العربي فترته حبه فعلا حبه، لأنه وبكى عليه أخ بسام، بكى عليه أكثر من الجمهور اليهودي، لأنه انقتل لما طلب ساعة من أجل السلام، قتل بسبب، عشان هيك الجمهور العربي بيتعاطف معه وعشان السلام. وهو لأول رئيس حكومة وضع استراتيجية للمساواة وكمان مساواة الوسط العربي. يعني إحنا ما بننسى يعني هاي، وأنا بقول يعني في المرحلة هاي ممكن إحنا نأثر. إحنا ما بدنا فتات يعني من الحكومة، بنيجي بنأثر بقدونا هون مليون هون كم ألف، لا، مفروض الاشي يكون ضمن سياسة كاملة، وسياسة اللي هي تؤثر على كل مواقع ومكاتب الحكومة اللي بتتخذ هذا القرار، وهذا مهم جدا لصالح المواطن العربي. أكم سنة بسنة يعني الفجوات اللي هي قائمة أكتر اليوم قائمة، يعني بنحكي على خطط وبنحكي على كذا وبنحكي على برامج، ولكن على أرض الواقع الفجوات قائمة وتوسعت أكتر. فاليوم يعني على سبيل المثال الحدث المهم اللي كان توقيع على وثيقة المساواة بين الأحزاب، جزء كبير من الأحزاب ما أجتش. نقول بس المقدمة للحكي إنه اليوم وقعوا في يافا على وثيقة اللي تلتزم فيها الأحزاب اللي وقعت عليها بمبدأ السلام، المساواة بين الجميع، بغض النظر هويتهم، بغض النظر لأي حزب بينتموا لطائفتهم لقوميتهم. فإذا بتقدري تحكي يعني بدولة ديمقراطية أنا مضيت أنا وبوجي هرتسوغ يعني عن حزب العمل. بوجي هرتسوغ هو كان وزير،
لفترة طويلة. أيوة. وهو ابن رئيس دولة إسرائيل سابقا. أيوة، ومرشح حزب العمل نمرة 2، يعني هو الأول حصل على أغلبية الأصوات في البرايمريز، ودائما رقم 2 على فكرة، كثير مرات رقم 2. اللي أنا يعني بقوله إنه مبدأ أنتوا وقعتوا، إحنا وقعنا مع جزء من الأحزاب، طبعا جزء كمان ما أجى على عرب ويهود، أحزاب عرب ويهود. يعني في دولة ديمقراطية يمكن التوقيع هذا ما كانش له لازم، بس لأسفي إحنا وصلنا لقرن ولوضع معين إنه الفجوات ومبدأ المساواة جدا مهم، اللي هو مضمون يعني ومفهوم سلفا، ولكن اتضح إنه مش مفهوم سلفا، والفجوات هي قائمة، وتوقيع الأحزاب مهم جدا. ولكن الأهم هي مش بس العملية الرمزية للتوقيع، إنما يكون يعني في تواصل لهاي الوثيقة، ويكون في خطط عمل، وآخر كل سنة أنا بدي آخر كل سنة تقاس كل المواضيع، هل في تقدم معين حتى لو بنسبة ضئيلة، يعني إنه تنحط خطة عمل ل5 ل6 ل7 سنين لإغلاق الفجوات. هذا المهم، وهذا دور المجموعة اللي بلورت الوثيقة. هذا الحلو عمليا في بحزب العمل، بحسب على الأقل ترتيب في القائمة، غالب مجادلي بيكون مرتبة 17 وأنا 18. أنت عن أي أشياء مسؤولة بالنسبة لموضوع الانتخابات؟ أنا بركز، ما فهمت منك قبل ما بدينا هاي المقابلة انك انت موجوده بالمدن المختلطه. بركز المدن المختلطه والنساء قطريا، النساء العرب قطري، يعني على سبيل المثال عندنا بكره اجتماع كبير في عرعرة للنساء اللي هو منطقي كمان مع النساء العرب. موضوع النساء العرب جدا بهمني، أنا اشتغلت فيه مهنيا وسياسيا، وأهم أنت نقطة بمهنتك عاملة اجتماعية، ولكن بالثلاث سنوات اللي أنا ما كنتش بالكنيسة اشتغلت ببرامج كمان، من يعني ضمن البرامج هي تطوير طلابنا العرب، دمجهم في التعليم العالي وفي سوق العمل، وخاصة دمج النساء بسوق العمل. لا يجوز إنه بس 22 أو 20% أو 18% في مناطق من نسائنا العربيات، لما هم من 60% في المعاهد الكبرى والجامعات في سوق العمل. إحنا عم نحكي عن مجتمع فقير، يعني فلماذا لا يستغل يعني نصفه الآخر ويدمجه كقوى عاملة في سوق العمل؟ يعني هاي نقطة كتير بتهمني أنا مهنيا وسياسيا، يعني رح أشتغل، هاي من أولويات النقاط اللي رح أشتغل عليها بالكنيسة ومن كل منصة بكون فيها. بالنسبة لفرص حزب العمل في هذه الانتخابات، أي فرص ترين لحزب العمل نادي الحلو؟ هل سيحصل على نفس الثقة التي حصل عليها في الانتخابات الفائتة؟ هل سيقوى؟ حسب رأيي سيقوى، يعني أولا سيقوى، يعني إحنا بنعرف إنه التوقعات وحزب العمل اليوم وكل يوم يعني كمان هو أقوى، وأنا آمل إنه يعني إذا بيكون في أكتر شوي، مش عدم مبالاة كمان بالوسط العربي، ولكن في اليوم 25% من الأصوات اللي ما قررت حسب الإحصائيات الأخيرة. فإذا حزب العمل أخذ اليوم نال 25%، 25 مقعد، في إمكانية إنه هو يشكل الحكومة. يعني اليوم الليكود لحاله، حزب الليكود بدون ليبرمان، إذا بناخده بنقول بس الليكود قوته قديش؟ 21 مندات، يعني 21 مقعد قوته. فحزب العمل هو حزب العمل تقريبا متساويين. فأنا آمل يعني لأنه بحكومة يمين الأول شعب أو أول مجموعة مواطنين اللي راح تدفع الثمن هي الوسط العربي. فأنا آمل يعني إنه تشكيل الحكومة يكون كتلة حزب العمل تشكل الحكومة طبعا مع كتل أخرى، ونقدر نتقدم لمكان اللي بنقدر نعيش فيه أحسن وأفضل كلنا. يعني هذا هو كمان إحدى رموزنا، يعني إحنا اليوم اللي بننادي فيها إنه ممكن تكون العيشة أحسن وأفضل للجميع في دولة إسرائيل، عرب ويهود، بس أنا طبعا بهمني العرب. نادية الحلو، احنا بنعطي فرصة للشخصيات اللي بنيجي مع المقابلات باسم الأحزاب إنه تجمل أو تحكي للجمهور، تتوجه للجمهور برسالة معينة. شو رسالتك للجمهور؟ وهذا السؤال الأخير تاعنا. طبعا رسالتي إنه إحنا جمهور عربي اللي عنده أسسه وعنده قاعدته، جمهور اللي بيفتخر طبعا بكيانه ومبادئه وانتمائه. وأنا بتوجه للجمهور العربي وبقول مارسوا حقكم في الانتخاب. جدا مهم إنه كلنا نطلع ونصوت ونبدي صوتنا.
اولا للي بنفكر انه بيمثلنا، ولكن انا بقول كمان فكروا انه كتله حزب العمل كل ما كانت قويه وكل ما كانت عدد المقاعد اكثر ففي امكانيه انه نشكل حكومه ونتغلب على الكتله اليمينيه. ندى الحلو، شكرا جزيلا عشان جيت على استوديو بانت على هذه المقابله وبالنجاح. شكرا بسام.